يا مساء الفل والورد والياسمين عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، والنهارده جايه لكم في فيديو جديد. المطبخ زي ما انتم شايفينه كده هو مش متكركب قوي، شويه مواعين كده هنلمهم ونظبطهم بس. مش هيبقى النهارده مجرد بقى ان انا هلم المواعين معاكم واقوم بقى جايه ماسحه الرخامات وخلاص على كده، لا. آه، هنروق كده وهنظبطه. عايزه اغسل الرخامات، عايزه اعمل حاجات تانية كده معاكم، فيلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده، ويلا بينا ندخل على الفيديو. يا مساء الفل عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى كده نبتدي الفيديو مع بعض ونشوف هنعمل ايه. زي ما قلتلكوا كده، اول حاجة كان عندي الصينية دي، شلت الحاجات اللي عليها وغسلتها كده كويس، وقلت افضي حواليا علشان اشوف انا عايزة اعمل ايه واخلص كل اللي انا عايزة اعمله. كنت بصراحة مترجتة كده حاجات لنفسي اني اعملها، فالحمد لله يعني يعتبر خلصت منها جزء كبير. فيلا بينا بقى كده نرص المواعين سريعا في الغسالة ونفضي الحوض علشان تبقى كده الرخامات معانا فاضية. وهمسك بقى الرخامات معاكوا دلوقتي بالمية والبريكس والكلوريكس الجل، بصراحة بينضفوا جدا جدا جدا. اي حاجة موجودة بقى في الرخامات، حاجة لازقة فيها في دهون عليها، اي حاجة من الكلام ده، خلاص في ثواني بتتشال. مجرد بس ما انا ادعك بيهم كده وافرك الرخامات بالبريكس والكلوريكس ده، بحس ان انا الحمد لله الرخامات عندي بقت زي الفل. فقلت كده سريعا نعمل الغسالة مع بعض ونشغلها، واشوف بقى الباقي اللي ورايا في المطبخ. زي ما انتم شايفين كده هرص كده كل المواعين اللي كانت معايا في الحوض. وكمان اكتر حاجة تقيلة قوي قوي على قلبي وغسلها تقيل قوي على قلبي هي الصفاية بتاعة المواعين. انا كنت اول مرة اجرب ان انا احطها في الغسالة، شفت ناس يعني حطيتها وكده فجربتها، وبصراحة مش هبطل احطها في الغسالة. طلعت ما شاء الله اللهم بارك زي الفل، حتى الحتت اللي انا ما بعرفش اوصلها وانا بغسلها يدوي كده يعني نضفت وبقت زي الفل. ده الجزء التاني بتاعها ما لقيتش مكان ان انا ادخله في الغسالة، فقلت مش مهم، ده كده كده سهل ان انا اغسله بايدي وبعرف اوصل لكل الزوايا اللي فيه وبعرف انضفه كويس. فهغسلها بقى كده وهركنها على جنب، وبعد كده هغسل معاكم الحوض وانضفه واخليه زي الفل، وهنشوف بقى هنعمل مع بعض ايه تاني. انا دايما لما باجي اغسل الصفايه بتاعه المواعين دي بغسلها بميه سخنه شويه، ف يعني علشان تتعقم وتنضف وكده، فاهمين قصدي؟ دلوقتي بقى هبتدي كده ان انا اغسل الحوض بتاعي كويس قوي، وهخلي الحوض دلوقتي بيلمع، هتشوفوه اول ما هغسله، وهشطفه كده من الصابون اللي فيه، هتشوفوا قد ايه ما شاء الله هيكون بيلمع وزي الفل. طمنوني عنكم بقى، انتوا عاملين ايه واخباركم ايه، وعاملين ايه في الجو ده، ومين صيف ومين لسه؟ انا بصراحة لسه بقى بفكر ان انا خلاص اطلع الصيفي وكده، علشان حاسه ان الجو يعني حرر. بصوا هو انا بحس ان الجو الصبح حر وبالليل لسه فيه لسعة سقعة كده، فده اللي مخليني مترددة ان انا اطلع الشتوي، اطلع الصيفي قصدي، واشيل الشتوي علشان خايفة ان الجو يقلب تاني. فبصراحة مش عارفة ايه صح وايه غلط. قولولي كده بقى مين اللي صيف ومين اللي مصيفش لسه، وهتعملوا ايه وهتصيفوا امتى؟ خلصت بقى كده معاكم الحوض، وهمسك بقى رخامة رخامة زي ما احنا متعودين مع بعض، اشيل الحاجات اللي عليها واعملها الاول واغسلها وانضفها خالص، وبعد كده المع كل حاجة موجودة على الرخامة وارجعها مكانها تاني. بس المرة دي بقى انا هغسل الرخامات وبالمناديل اللي هي هتبقى الجوكر بتاعي النهاردة في الفيديو. هنضف معاكم الحوائط. حطيت بقى كده بريكس وكمان حطيت كلوريكس جل، وهبتدي بقى كده ان انا افرك الرخامات كويس قوي واغسلها كويس، وبعد كده هنزل الصابون ده من عليها وامسحها كويس، وبعد كده هحط عليها مية تاني واسحب المية دي، انزلها برضو من عليها عشان لو في اي بواقي صابون او كده تروح من على الرخامة والدنيا تبقى تمام يعني معايا. زي ما انتم شايفين كده بسحب الصابون الاول بالمساحة الصغيرة دي، وبعد كده هجيب بقى مية وابتدي اسحب بواقي الصابون دي من على الرخامة، وبعد كده المعها معاكم.
هنا بقى جبت الفوطة دي وبدأت اخد الصابون اللي في الزوايا اللي انا مش هعرف اجيبه بالمساحة، وبعد كده حطيت بقى مية زي ما انتم شايفين كده، ونزلت كل البواقي بقى بتاعة الصابون اللي موجودة كده على الرخامة، وبقت زي الفل زي ما انتم شايفينها كده. هجيب بقى منديل معاكم وهمسك بقى الحوائط دي همسحها. المناديل دي زي ما انتم شايفين كده هي بيبقى فيها سائل، السائل ده فيه زي صابون كده بيفرك اي حاجة بقى، اي دهون موجودة على الحوائط. يعني بتخلّيها بصراحة بتلمع وزي الفل زي ما أنتم هتشوفوها دلوقتي. وكمان الماسورة اللي أنا باحط عليها الحاجات بتاعتي دي برضه عملتها كده بالمناديل، كانت زي الفل، كان عليها بسيط كده دهون، يعني المناديل دي طلّعت الدهون دي ما شاء الله، وخلّتها بتلمع من أول وجديد. جِبت بقى الفوطة دي كده هامسح بقى مكان المناديل، هالمّع كده الحوائط علشان كل حاجة معايا تبقى نضيفة، وهابتدي بقى إن أنا أرجّع كل حاجة مكانها. أول حاجة خدت الميكروويف كده وبرضه هالمّعه بالمناديل دي، يعني المناديل دي زي ما أنا قُلت لكم كده هي هتبقى الجوكر معايا النهارده في الفيديو، واللهم بارك أنتم هتشوفوا بعينيكم النتيجة بتاعتها بتبقى عاملة إزاي. أنا مجرد بس إن أنا بامشّيها على الحاجة، باتقِّل إيدي بس كده على أي حاجة أنا عايزة أمسحها شوية، لو في أي دهون أو أي تراب متراكم عليها أو أي حاجة في العموم، هتلاقوا المناديل دي خلّتها زي الفل ولمعت وبقت زي الفل. أنا بامسح بالمناديل دي الأول، وبعد كده بارجع ألمّع كده بفوطة نضيفة وناشفة، علشان خاطر أشيل برضه السائل اللي بينزل من المناديل، وتبقى الأجهزة والحوائط بتاعتي ناشفة وتمام وزي الفل وبتلمع. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك، الميكروويف بقى بيلمع وزي الفل. هارجعه بقى مكانه، وهاجيب باقي الحاجات، كل حاجة هاجي أحطها مكانها، هالمّعها الأول وبعد كده أنشفها بالفوطة، علشان كل حاجة تبقى نضيفة كده، وأبقى عملت كل الرخامات بالحاجات اللي عليها. بس كده هارجّع بقى كل حاجة مكانها، وكمان بتوع الخل والزيت دول مسحتهم برضه وهاكمّلهم خل وزيت وهارجّعهم مكانهم تاني، وبكده تبقى أول رخامة دي خلصت معايا. هي الرخامات عندي اللهم بارك يعني تعتبر كبيرة شوية، فبتاخد مني وقت ومجهود بصراحة، بس لمّا باخلّص كده في الآخر باحس إن يعني الله بقى ريحة النضافة مع النضافة بجد اللي يعني محسوسة وملموسة كده، فباحس إن أنا في غاية السعادة. اتنقلت بقى على الرخامة التانية كده الجزء التاني من الحوض، وهابتدي برضه أعمل نفس اللي أنا عملته، وهارجّع كل حاجة مكانها معاكم، وطبعًا كل حاجة هتتلمّع وتنضف قبل ما ترجع كده مكانها تاني. ف أول حاجة كده عملت برضه فرَكت كده الرخامة ونزّلت الصابون، وبعد كده هاشطفها كويس وأرجّع بقى كل حاجة مكانها تاني. عايزة أقول لكم لمّا خلّصت كده ما شاء الله الرخامات كلّها كانت نضيفة وبتلمع. طبعًا أنا دايمًا باعمل كده ودايمًا إيدي فيهم، غير الأوقات كمان اللي أنا بامسح معاكم وبالمّع بالمناديل يعني. بس مش دايمًا باصوّر معاكم يعني الجزء ده وكده، فالمرّة دي بقى دخلت كده وكان المطبخ زي ما أنتم شايفين هو حبّة المواعين اللي كانوا فيه حطيتهم في الغسالة، ومسكت بقى المطبخ كل حاجة كنت عايزة أعملها فيه الحمد لله عملتها، خلّصت جزء كبير جدًا من اللي أنا كنت عايزة أعمله. فما تكسلوش كده عن حاجاتكم، ما تخلّوش الحاجة تتراكم على بعضها، علشان تقدروا إن أنتم تخلّصوا كل اللي وراكم وكل حاجة حواليكم تبقى نضيفة. لكن لو راكمنا حاجات كتير ورانا وسيبنا كل حاجة كده تبقى على بعضها، هنحس إن إحنا في حاجات كتير أوي ورانا ومش هنبقى عارفين نبتدي منين، وفي نفس الوقت حاجتنا مش هتبقى نضيفة، وطبعًا ده هيأثّر على نفسيتنا، لإن البيت لمّا بيكون نضيف وريحته حلوة بيخلّي كده النفسية حلوة ومرتاحة، وبتبقى كل حاجة فيها كويسة. زي ما أنتم شايفين كده الجزء اللي أنا باعمل فيه ده دلوقتي لمّعت فيه كل حاجة، الكاتل وكمان الكاندي اللي هي المفروض إن هي كانت كاندي جار، وأنا أخدتها استعملتها للأقراص بتاعة الغسالة. كل حاجة لمّعتها وخلّيتها زي الفل كده ورجّعتها مكانها. وهاروح بقى معاكم على الرخامة اللي في الجنب التاني دي، ودي آخر رخامة عندي، دي في الجنب التاني كده من البوتاجاز، برضه مسكتها بالمَيّة والصابون. عايزة أقول لكم منظر المَيّة والصابون ده أصلًا بيغسلني، أنا
من جوّه، يعني باحس يعني إن الحاجة كده يعني نطفت كده أوي وأنا غرقوني كده في مَيّة وصابون. أنا أصلًا بابقى نِفْسي كده أكُب مَيّة بقى وكده، بس للأسف أنا وأنا يعني بأسِّس عندي السباك قال لي أعمل لِك مَصفى في المطبخ، وأنا قعدت أقول له لأ ومش عارف إيه، وعشان ما تطلّعش روايح وِحشة ومش عايزاها والكلام ده كلّه، فما عملتهاش ولغاها لي بعد ما فتحها. ف يعني أنا طبعًا غلطانة في الحتّة دي، أنا كنت شايفة إن أنا عايزة أقفّل المطبخ من الأرض لحد فوق، وما اسيبش تحت ال المطبخ يعني يكون باين أو كده، فعشان كده ما عملتهاش. فدلوقتي حسيت إن أنا بصراحة محتاجاها، بس يعني بامسح بقى الأرض كده بالموب والمَيّة السخنة، دايمًا كده باحاول إن أنا أمسح الأرضيات برضه بمَيّة تكون سخنة بتغلي يعتبر، علشان أحس إن هي متعقمة وزي الفل. طبعًا اللي عملته على الرخامة التانية باعمله برضه في دي اللي باحط عليها المجات، وبامسح كده معاكم الحوائط برضه بالمناديل، اللهم بارك كانت نضيفة جدًا، وكانت بتلمع وكل حاجة عليها كانت بتتشال في المناديل. فالمناديل دي يا جماعة اللي يلاقيها يجيبها، طبعًا أنا قُلت لكم قبل كده الفرق بينهم ما بين الأصلية واللي مش أصلية، لإن أنا استخدمت الاتنين وحسيت إن في فرق كبير ما بينهم يعني. فعلشان كده فهّمتكم الفرق ده علشان ما يضحكش عليكم يعني وأنتم بتجيبوها. وبصراحة زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله الحيطة بقت بتلمع والرخامات. هارجّع بقى كل حاجة مكانها، وهنا جِبت برضه الفرن هالمّعه زي ما عملت كده في الميكروويف، وهارجّعه مكانه. كل حاجة زي ما عملنا في الرخامات التانية هيتعمل في الرخامة دي. هارجع بقى أشيل كده بالفوطة الناشفة وألمّع الفرن وأرجّعه مكانه علشان يبقى لامع كده وحلو وشكله نضيف. و بس كده. رجّعت بقى البهارات والمناديل والحاجات دي كده مكانها، وهنا كانت غسالة الأطباق خلاص خلّصت، فقُلت أورّيها لكم، وكمان قُلت أورّيكم المصفى بعد ما طلعت طالعة بُصّوا بتلمع نضيفة جدًا ما شاء الله وزي الفل. وخلاص بقى هنا كنت خلاص بافنِّش كده، رجّعت معاكم المجات بتاعتي. أنا عاشقة للمجات يا جماعة، اللي يحبني يجيب لي مَج، يعني مش قادرة أوصف لكم أنا باحب المجات قد إيه. باحبها حُب فظيع، يعني لمّا أنا أصحى الصبح كده وأقف كده أنقي مَج كده وأشرب فيه الشاي بلبن على الصبح، ده بيبقى من الحاجات اللي بتسعدني جدًا. فوق الشباك بقى زي ما أنتم شايفين كده هتلاقوا فيه صفرار، ده تراكم دهون للأسف، أنا لاحظته امبارح. فقُلت بقى كده جِبت معاكم مَيّة سخنة بتغلي وحطيت فيها برضه كلوريكس وحطيت فيها حبّة كده من البريكس، وما شاء الله عملتها ووريتكم كده الموب، كانت طالعة زي الفل. دخلت بقى على البوتاجاز ما كانش عايز أي حاجة، ما كانش محتاج مَيّة وصابون، فبرضه أخدت منديل كده من المناديل دي ومسحت الحوامل، وهامسح البوتاجاز وبعد كده هالمّعه بملمع الزجاج وهاخلّيه زي الفل معاكم دلوقتي. هو ما كانش محتاج بقى إن أنا أقعد أفركه بمَيّة وصابون وكده. بصراحة أنا باخاف على الstainless وباسيب يعني الحكاية دي لمّا أكون مثلًا عاملة أكلة تقيلة وفي صلصة بقى وحاجات كده على البوتاجاز، باحب إن أنا أفركه بمَيّة وصابون ويبقى زي الفل. لكن لمّا باكون ما فيش أي حاجة على البوتاجاز والدنيا يعني تمام عايز مسحة بسيطة كده، بامسحه بمناديل وبالمّعه فبيرجع زي الفل وبتبقى كل حاجة تمام. أنا هنا بقى هاخلّص معاكم البوتاجاز وبعد كده هاكنس الأرض وامسحها، وبكده هابقى خلّصت معاكم كل حاجة. كان عندي المروحة اللي في المطبخ كنت عايزة أنزّلها يعني أغسلها معاكم، بس أنا كده ناوية أغسل المراوح بتاعتي إن شاء الله قبل الصيف كده وقبل يعني ما نشغّلها للصيف. فقُلت أسيبهم كلّهم كده مرّة واحدة، أبقى أفُكّهم كلّهم مرّة واحدة واغسلهم وأرجّعهم تاني مكانهم اختصارًا للوقت يعني. أصلًا الروتين ده كنت باعمله معاكم بالليل، يعني بدأته تقريبًا كانت الساعة 23:30 أو 12 كمان. ف كنت خلاص بقى يعني جالي وقت كده كنت خلاص عايزة أنجز الوقت يعني.
الفيديو بيبقى طويل جدًا، وأنا باسرّعه معاكم علشان ما تملّوش من الفيديو، بس هو بيكون وقته طويل، فالحمد لله يعني خلّصت وأنجزت كل الحاجات اللي أنا عايزاها يُعتبر. البوتاجاز بقى بيلمع زي ما أنتم شايفين كده، وهنا بقى هامسح الأرض، هاكنسها الأول وامسحها، وبكده هاكون خلّصت معاكم المطبخ. بقى زي الفل، بقت كل حاجة فيه الحمد لله بتلمع، كل حاجة نضيفة، وأنا راضية عن النتيجة جدًا، جدًا، جدًا. فلو وراكِ حاجة قومي يالّا اعمليها وما تراكميهاش عليكِ، علشان يبقى بيتِك دايمًا نضيف وريحته حلوة. هاروح بقى أجيب الموب بتاعتي كده بالمَيّة السخنة برضه، وهامسح كده الأرض وهاسيبها تنشف. هاحط معاكم السجادة، وبكده هاكون خلّصت، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد على خير. مستنية تشجيعكم، مستنية اللايك بتاعكم. مع ألف مليون سلامة، باي باي.